مرحبا فيكم بقناة أحمد جاب. تجربتنا اليوم راح تكون تجربة الحلويات الكويتية. هذا الحلوى خليت اختي تجهز لي اكثر من نوع ما ادري عنهم ولا شيء. اذا في شيء ما عرفت اسمه لا تهم ما ادري عن شيء راح ابطلها معاكم نشوف مع بعض ان شاء الله يطلعون حلوين. هذه اكثر سلسله تحبونها وانا احبها هي تجربه الحلويات. جربنا الحلويات بكثير من الدول وحتى جربنا الحلويات الفضائيه. راح يطلع لكم الرابط هني او هني، شيكوا عليه ان شاء الله يعجبكم. اول نوع بسكوت، هذا صراحه ما اعرف اسمه بس هذا بسكوت مع الشاي وكذي، فنجرب ونعطي تقييم. وايد حلو بس لو كان مع الشاي راح يصير افضل. تقييمي له 7 من 10. اما الحلاوه الثاني سمسميه، عباره عن سمسم بعسل او دبس. وايد يابس جدا جميل بس يحتاج شوي يكون اخف. اقيمه 8 من 10. الحين الرهش، هذا الرهش شيء جدا لذيذ، شيء مع قهوه عربيه، شيء خرافي. جدا جدا لذيذ، تقييمي له 10 من 10. الحلاوه الرابع الدرابيل. هذا اتوقع الكل يعرفه لان هذا اشتر شيء بالكويت. الدرابيل لازم نبطله. الدرابيل عباره عن نفس اتوقع عيين شي ملفوف فوقه دارسين. تقييمي له 8.5 من 10 لانه شوي ثقيل. واخر تجربه عندنا الزلابيه. طبعا الزلابية عيبها وايد ثقيلة. احب الزلابية لكن جدا حالية فاقيمها 8. خلصنا الحلوى الكويتي. كتبوا لي بالكومنت اي نوع حلوى راح اجربه في العالم، باذن راح اجربه اذا كان سعودي بحريني هندي باي دولة. تشيكوا على المقاطع اذا عجبتكم، سووا لي سبسكرايب خلينا نوصل 1000 مشترك بأقرب وقت. واذا عجبكم المقطع حط لايك ولا تنسون تتابعوني بسناب راح يطلع لكم الباركود وتحت اللينك بس تضغطون على طول راح اوديكم بسناب. ترى دائما هناك اصور خلف الكواليس واشياء وايد حلوة. كان معكم احمد الوان، مع السلامة.